لم ينبض قلب هذا الحي منذ عام 2011 بسبب انعدام الخدمات فيه، أهمها المجاري التي تسببت بعرقلة حياتهم اليومية طيلة هذه الفترة، بالرغم من شمول مناطق قريبة لهم بكافة الخدمات. المجاري كانت أرقى مجاري، أحسن مجاري، حي كل شيء ما بيه صالح، يعني ما محتاج كل شيء. اجوا فلشوا ان نخب وخلونا هسه من الذب، لو تمطر شيء بسيط والله العلي العظيم نحير بجهاننا ونحير بنفسنا، شلون نطلع الدوامات، أهل الخطوط ما حد يطب للحي. شركة استثمارية حالت دون إكمال مخططات تقديم الخدمات لهم، تسببت بالفيضانات المستمرة في موسم الأمطار، كونها ألقت بمخلفات عملها في هذا الحي، ناهيك عن تأخر إنجاز المشروع منذ أكثر من 14 عاما، وما زالت حياتهم متعلقة بهذه الشركات. معاناتنا من 2011 لحد هسه 2024، لا مجاري لا ماء لا شيء. اجت شركة الواحة قبل 8 سنوات سوت لنا المجاري وسوت لنا هاي كلها خطأ بخطأ، كله يعني ما شفنا في شيء يعني مرتاحين من عدد. الجهات الرقابية في هذا القضاء كشفت العديد من الشركات التي أحيلت إلى القائمة السوداء بسحب يد العمل منها، كونها تجاوزت المدة المقررة لتسليم مشاريعها التي خصصت أموالها وزاريا، وتسببت بتعطيل حياة المواطنين في هذه الأحياء. يعرفون بالموضوع وخاطبوا بكتب رسميه كثيره، احنا نكتب قدر يتعلق الامر بينا، نخاطب السيد المحافظ يخاطب المعالي الوزير ويبين له معاناتنا من الشركه. انا بنفسي راجعت المدير العام خلال هاي 4 سنوات كثيرا. اليوم المفترض الشركه تكمل التزاماتها وتكمل اخر عملها، نسبه انجاز المشروع 95%، فوق 5% كون الشركه تكمل عملها، مدتها خلصت، المده الاضافيه خلصت، دخلت بغرامات الان الشركه الان معرضه لسحب العمل. احنا نريد الشركه تكمل، احنا نطلب من السيد معالي وزير البلديات الضغط على الشركه وحقيقه اتخاذ الاجراءات القانونيه والضغط عليها لاكمال كافه متعلقاتها في قضاء الهنديه. لا تزال المشاريع الخدميه حبيسه الشركات المنفذه منذ سنوات خلت دون محاسبه تذكر، ولم يتبقى للمواطنين سوى اصواتهم التي بحت وهي تطالب بحقوقهم المسلوبه. من كربلاء، جاسم الهميم، التغيير.